انه تعتبر الزواج غلطة عمر. صار لي 10 ايام انام بالفندق. على شنو؟ على مو شغلة عجين، خربت معجان عجين، يابا اجيب لي جبوني يا حبيبتي، لا زعلت عليه. انت خربت العجين، شو لك علاقة انت بالعجين؟ الصبح من نقعد قبلها كل مرة بالعشرة الصبح عاجنة، هي ب 12 تقعد خبزة، احنا ناكل الا من دينا. فذاك اليوم قعدت بالسبعة الصبح، ما نسيت اقول لها بالسبعة سويت، بقى ال 12 لقيتها محمض العجين، زعلت عليه وطلعت من البيت، والبيت باسمها. هي طلعت لو انت طلعت؟ اي والله. حاليا انت بالفندق؟ بالفندق صار لي اليوم 11 يوم راح يصير. يعني هي ما تقبل انت ترجع له؟ شنو الوضع؟ ما تقبل لان البيت باسمها. بيتك هو لو هي بيتها؟ بيتها مسجله باسمها، مو اهلها دفعوا وياي قالوا من حق بيتنا خليه باسمها. يعني ام زهراء، احنا نناشدك من قناه الريتاج، الحياه سهله، سهليها، مو على مود عجين. انت طلع ابو زهراء من البيت والخطيه صار له 10 ايام بالفندق، فحلوا الامور بيناتكم. الرجال متبهدل، فاحنا نناشدك وكل الكادر يناشد ام زهراء حتى يرجع ابو زهراء للبيت، خلي الامور تمشي. اي والله اذا ما ترجعني هالايام هالاسبوع اروح سوريا اسافر واتزوج، يعني ما هاي تهديد يعني؟ اي والله شو تسوي لها يعني؟ كل الاحوال جيتها ما تصير. ام زهراء خلي عينك بعين الله وسامحي وتوكلي، كافي عادينا. اشكر الست واشكر قناتكم الكريمه.